المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وزميلي كبر آب من أمام في تقاطع شارعي الحرية والشهداء من أمام سيتي بارك لنقل فعاليات الكرنفال الشعبي الذي يسيره سكان الإقليم الأوسط وسكان العاصمة أسمرة بمناسبة الذكرى 28 للاستقلال المجيد، وهذه الذكرى التي تجري فعالياتها تحت شعار المثابرة على التصدي للتنمية. مشاهدينا، افتتح للتو افتتح السيد الأمين محمد سعيد سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة فعاليات الكرنفال، وقص شريط الافتتاح لبدء انطلاق الكرنفال الذي سينطلق ابتداء من دوار الشدة وحتى ساحة الفاتح من سبتمبر. سلام كما يوعلكم عبر حقن قربان تركبوا زي خبركم تخطاتلتي اغلغلوت تلفزيون ايرترا فلمان ملا حزب ايرترا بمخنيات مبل 28 عمت بعلنا صنت ايرترا اب وشتن وصان زركب رحوس قنياتنا صنتنا تمننا كمتي عمتاوي زغبر لومون كلتا غداناتات كتما اسمرا مالت غداناتات سماتاتن حرنتن نتي عمتاوي زكايد صنبل كارنيفال نمدماق بخمزي نكتاتلو زلنا معرق تدالينا لوام ازي نايلوم عمت كارنيفال ساعه 4 قدمي وحدات دقائق مالتيو اب كبابي شدا بوانا صحفي هقدف اتو الامين محمد سعيد تقلالي حلقه ستاف مينستر مكلخال جنرال فيليبوس ولدي يوحنس ام حداري زوا ماكل ميجر جنرال رمضان عثمان اولياي كومون كوميشنر باهل سبورت نيرترا امباسادر زمد تخله اتي ناي مخفت ريبن تغوريصلهم كلن نزي نايلو معمت كارنيفال تدالين زلو 13 نوسان زوباتات ناي كتما اسمرا كومون سلسته تكالات ناي منغستي درو حدا بحدا تركمعتر حيزانو نزلوا مجلسات حيزان أبز كلتا غداناتات مريتان كارباين. المشاهدون الكرام، تشارك في هذا الكرنفال والذي تم غص شريط افتتاحه الآن للتو على يد السيد الأمين محمد سعيد سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة. تشارك في هذا الكرنفال 13 ضاحية وحي في الإقليم الأوسط وفي العاصمة أسمرة، بالإضافة إلى المؤسسات الإنتاجية التي تعمل في الإقليم الأوسط، وستعكس كل هذه الأحياء والضواحي والمؤسسات الإنتاجية في سياق هذا الكرنفال مسيرة إريتريا خلال 28 عام الماضية بدءا من الاستقلال وحتى هذه اللحظة، بالإضافة إلى البرامج التنموية التي تنتظم البلاد في كل المجالات، بالإضافة إلى التحديات التي واجهتها إريتريا خلال هذه السنوات والتي تم تجاوزها عبر صمود وتصدي الشعب الإريتري. مشاهدينا، كما نشاهد أو كما تشاهدون من خلفي الآلاف من طلاب مدينة أسمرة والإقليم الأوسط، طلاب مختلف المراحل الدراسية، هم في حضور في هذا الكرنفال الكبير، بل هم جزء أساسي في هذا الكرنفال الكبير الذي يشهده شارعا الحرية والشهداء بمناسبة الذكرى 28 للاستقلال المجيد. زي خبركم تعزبتي عمتاوي ابزي كلتا غداناتات بمسرت زي قرب مريت كارنيفال زي تفلالي كورنا زانتاتاتي زتمت لو عمت عدالوتي ويا واهات نايزنا لو عمت كارنيفال مريت اوموزلو كورنا تاريخ ايرترا كاب فلما كاب 24 غنبوت 1991 كساب زي زلنا اوانات زدس استحستوتاتين حيزن كقربا 13 نوسان زواتات ناي كتما اسمرا بزيبون كم تقدم ابيلو استغلصه ثلاثه تكالات منكستون مريتن كقرباين ابزي زحلف 28 عامات ايرترا كابيناي صاف ابيناي صاف بصي حلا استحلفه كل مسجدلات عرا يكون معار زحلفنايو ابزي 28 عامات ابزي غداناتات زي نمريت كقربيو كمزي نكتاتلو زلنا كاب كالوان فليز بلا قطري تخاتلتي اب ماخل غداناتات حرنتن سماتاتن يزلهم زبزحو كابزوم تخاتلتي وي تعذبت خوينوم ابزي خلت غداناتات قريبوم زلو ناي ماكلاين كلاين درجه تمهارو ابيات تمرتي ناي زوبا ماكليوم ازوم تمهارو زياتهم نزركبلو نتز ابصحمو زلو وان زسوم زركبلو غزي بعلم فلطو يم نتزيركبلو غنا خيتولدو كلو نزغاطمه نغرات ناي ايرترا تاريخن دحر بايتو اندما حجي اب زغلته غداناتات بزقرب مريت بصفحات كفلطون كمهارلون اب امروم دمخسن دونيم. المشاهدين الكرام، انطلقت الآن كما تشاهدون
مسيرة الكرنفال عيد الاستقلال، الذكرى 28 للاستقلال المجيد، والذي انطلقت من دوار الشدة مخترقة شارع الشهداء مرة بشارع الحرية، متجهة إلى مقرها الأخير في ساحة الفاتح من سبتمبر. مشاهدينا كما أسلفنا فإن فعاليات هذا الكرنفال ستعكس عبرها مسيرة إريتريا خلال 28 عام الماضية، بدأ من الاستقلال في 24 من مايو عام 1991، مرورا بعملية الاستفتاء، مرورا بالبرامج التنموية التي تم تنفيذها في فترة وجيزة حتى عام 1998، مرورا بغزو زمرة الوياني لإريتريا عام 98 من القرن الماضي، والحملات الثلاثة التي سيرها نظام الوياني لإخضاع إريتريا وقتها، وصمود وتصدي الشعب الإريتري ووصوله لهذه المرحلة التي نستشرف آفاقها الآن عبر السلام الذي تم تطبيعه بين إريتريا وإثيوبيا والقيادة الجديدة في إثيوبيا، والعهد الجديد الذي قطعه رؤساء أو قادة منطقة القرن الأفريقي لإرساء السلام والتنمية والصداقة والتعاون والتكامل بين شعوب منطقة القرن الأفريقي. حراي زخبركم تخاتلتي كمزي نرياو زلنا بز خبابينا ون بتصيحو خمزلو مريت كارنيفال بناي ابالات حماده سلفي وجمير زلو كاب رحقون كتكتاتلو كم تقولوا كلن نوسان زوباتات زوا ماكل بفلايتن 13 اب وشت زي ماكل كتما اسمرا زلوا نوسان زوباتات مريتاتن حيزن قريبن علوا كاب نحنا مغلصيتات زياده اتمريت بعلو افاوتي ون ززارب سلازغونه حجي بقطتا نابتي زلو هلو كنتات نايزي كلت غودناتات مالت غودناتات حارنتن سماتاتن كوسدكم
المشاهدين الكرام ما نراه الآن هو بلوك وسط المدينة والذي بدأ من انطلق من الشدة ويعكس هذا البلوك وسط المدينة عملية الاستفتاء وفترة الاستفتاء بدأ من استخراج البطاقات الإريترية وبطاقات الهوية الإريترية وعملية التصويت والاستفتاء عام 1993 وعملية التصويت وحضور المراقبين الدوليين وعملية الاستفتاء والتفاني الإريتري والصمود الإريتري النموذج الإريتري الذي تم رسمه في تلك الفترة عام 1993 حيث جاءت نتيجة الاستفتاء بواقع 99.9 لصالح استغلال إريتريا ولصالح الكيان الإريتري المستقل الحر الكيان ذو الكرامة الوطنية. ويعكس هذا البلوك أيضا مشاهدي العالم الإريتري في الأمم المتحدة وانضمام إريتريا إلى روزنامة الأمم المتحدة وانضمام إريتريا إلى الدول المكونة لمنظمة الأمم المتحدة بالإضافة إلى الفولكلور والرقصات الشعبية الإريترية لمختلف القوميات في تلك الفترة. باختصار يحكي الزخم الإريتري في فترة الاستفتاء. كينوت امبا سجرت ربا كم عرب صحاي اما كلت عمقوت قلاي زنبرت ناصنات بسالا دقات انفاس مزرات انه 18 عامات تقصيرو قلعا زنبره سديرو عرطام زنبره دنينو نساقنا الله نزل عالم كتنبر ياخم إلام كبرات تقتلتي مريد كارنيفال كتشحن 19 بناي موزوبة ماكل كتما يجمير ظلم دحر مرير ما يقد لوان شقنا تقنة إرترا بعسران 4 قنبوت شحن 9 مستولعة زي سعبة نتبقلتن زي ترخبنا تقنة وقعون حقاونا نبران مسرحين حزبي إرترا نتابع المكاب سلماتنا برهان زوجانا تقنة وكان دليتو جيرو سنين كبرن كباز فوق الكوان تنبره وتم صلاتو حنساب زي كون خلته غزي خسعرون سلاز مرصه ريفرندم اكايدوم قدم حجي يا بزحات هاجرات تراي بزي فلط متن دما 99.8 ميتاويت اون ناصنت بنجمات وانا ناصنتون هاجرون كون بقيوم نتي ابربعات بوليتيكاوي قالسي ابسوساتات دما نابعتقاو قالسي زسغاغرو مدرخات مختم تاغيرو حدش قص اب تاريخ إرترا صحيفهم إرترا دما نصان لعلاونتا زرغاغصتن حجر كوينام إرتراوي كم زيغا ناي كلن هاجرات عالم مسلون كبرون زي تحلولو كون بقيوم نزمرتي زي ابزي ماكل غدناتات حرنتن سماتاتن تقربنا زلاخم تقدم ابيدوس تغلصه يوزبا ماكل كتمام
مشاهدينا الكرام كما نشاهد الآن موكب أو بلوك وسط المدينة وهو يمر من أمام السيتي بارك. هذا البلوك كما نشاهد أو كما نلاحظ يعكس فترة الاستفتاء والتي هي أهم فترة في تاريخ الشعب الإريتري بعد فترة الكفاح المسلح. هذا الاستفتاء الذي جاء نتيجة التضحيات التي تم دفعها في فترة الكفاح المسلح. هذا الاستفتاء الذي أثبت فيه الشعب الإريتري أنه شعب تواق للحرية، شعب تواق للكرامة، شعب تواق لكيان يكون باسمه كيان مستقل، كيان حر، كيان يتمتع باستقلالية، كيان يحكمه أبناؤه فقط. كبرات تقاتلتي زي نكتاتلو زلنا بش عند شعت 293 أول حميازيام كابعلت إسران سلسن كابعلت إسران شوعتن مسرح رفرندم إيرترا كم زنبره نزي عبد زغلت قدنا تعتزي زركب تمهراي نيما كلاين درجة عبي تمرتي يمثلني مغنياتو زم كلهم بزغلت قدنا تعزلوا تمهرو كلهم بحري كلتا شح عمة مرت زي تولدوا تمهرو سلزقنو زي نتفت زي بتاريخ يوم زفلتو حججن باك على ابزي غودنا ترخيبهم نتي زنبره ناي ريفرندم كونتات ኤርትራዊ ክሳብ ክንደይ ብወኒ ንናጽነት 99.8 ከም ዘድመጸ ብግብሪ ክሪዎ በቂዖም ኣለዉ። ኤርትራ 14 ግንቦት 1993 ነፃን ልዑላውነታ ዘረጋገፀትን ሃገር ምስኮነት በቀዳምነት ካብ ዘሰላሰለቶም ስራሓት ምጅማር ሃገራዊ አገልግሎት እዮም። ሃገራዊ አገልግሎት ከም ኣመረት ሰንሰለት ወረዶታት ብምዃን ኤርትራውነትን መሰረትን ማእገርን ክኸውን ተሓሪም ዝኾነ ነገር ካብ ምምፅኡ ምዕቃቡ ከም ዝኸብድ መቸም ኣየጠራጥርን። ኤርትራ ከም ሃገር ምፍጣራ ዝተሓተ መስዋዕቲ መዳርግቲ ኣልቦ ክኸውን እንከሎ ንምስራሕን ንምዕቃባን ተሓተ ዋጋ ግን ዘለዓለማዊ እዮም። ምክንያቱ ዘለዓለማዊት ክትከውን ዝተፈጥረት ሃገር ስለ ዝኾነት ኣብዚ ናይ ዘለዓለማውነት ጉዕዞ ኤርትራ ሃገራዊ አገልግሎት ተማእከላይ ዓንዲ እዮም። ኣብ ሓፈሻዊ ባህልና ኣነባብራን ህዝቢ ኤርትራ ተመስሪቱ ንኽብርታት ብርሃዊ ተጋድሎ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ዓቂቡ ሕማቁን ድሕሪት ገዲፉ ከም ባና ምዕባልን ብልጽግናን ክኸውን ተኣዊጆም ነዚ ክብርታት እዚ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ከተሰጋግሮ ዝተመርፀት ሳዋ ኣብ ዝሓለፈ 28 ዓመታት ዝሓለፈቶ መስርሕ እዚ እንከታተሎ ዘለና እዩ። ንሳ ካብ ተራ ቁሸት ናብ ዓባይ ከተማ ክትዓብን ከላ ውላዳ ድማ ካብ ተራን ቁሸታዊ ኣተሓሳስባን ሰጊሩ ኣብ ጽላል ኤርትራዊ ክብርታት እምባሕ ዝብል ኣንበሳ ተቐይሮም ሳዋ ካብ ኤርትራ ንዝተዋህበ ሓላፍነትን ዕዮ ገዛን ብዝግባእ ዝተዋፅአትን ኣብ ምውፃእ ትርከብን ቁራዕያም ሳዋን ኤርትራውነትን ናብ ሃልሃል ተሓዊ ዝቐየረት ከተማ ነዚ ምርኢት እዚ ዘቕርቡልና ዘለው ምምሕዳር ንዞባ ቲራቮሎም. مشاهدينا الكرام كارنفال هذا العام هو دراما حية تعكس مفاصل التاريخ الإريتري.
شاهدنا بلوك وسط المدينة عكس لنا مرحلة الاستغلال ومرحلة الاستفتاء. الآن يمر من أمامنا بلوك حي ترافولو أو ضاحية ترافولو. هذا البلوك يعكس خطوات بناء الدولة وخطوات ترسيخ الدولة الإريترية المستقلة الحرة. وأحد هذه القرارات الهامة التي اتخذت في تلك الفترة هو مرسوم الخدمة الوطنية الذي تم إصداره عام 1994. مرسوم الخدمة الوطنية هذا المرسوم الذي شارك بموجبه الآلاف أو مئات الآلاف من الشباب الإريتري في عملية الخدمة الوطنية في معسكر ساوا. معسكر ساوا هذا الاسم اسم مرتبط بكل معاني البطولة، مرتبط بكل معاني التضحية، مرتبط بكل معاني الفداء والكرامة في أذهان الشعب الإريتري، حيث احتضن هذا المعسكر العملاق المئات الآلاف من الشباب الإريتري بدأ من عام 1994 وحتى الآن ما زال يحتضن أبناء الشعب الإريتري لتلقي التدريب العسكري، لتلقي التأهيل الفني والأكاديمي. خاصة ما يذكر لمعسكر ساوا أنه كان الأساس أو كان الحاضنة التي حضنت مئات الآلاف من الشباب الإريتري الذين ساهموا ودفعوا أرواحهم رخيصة من أجل الوطن عندما تعرضت البلاد لغزو الويالي. ሳዋ መሰረት ኤርትራ ኮይና ዝሃነፀቶ ወለዶ እዚ እንከታተሎ ዘለና እዮም። ሀገራዊ አገልግሎት ማዕከል ቀጻልነት ኤርትራን ኤርትራውነትን الدفعات المتلاحقة من أفراد الخدمة الوطنية وهم يؤدون المارشات العسكرية ويؤدون الغسم الوطني. نشاهده أمامنا في تقاطع شارعي الحرية والشهداء بمناسبة الذكرى 28 للاستقلال المجيد. شاهدنا أيضا قوافل الشباب وهي تتجه إلى معسكر ساوا لتلقي التدريب العسكري منذ عام 1994 إصدار مرسوم الخدمة الوطنية. شاهدنا الأمهات وهن يودعن أبنائهن من أجل الالتحاق بمعسكر ساوا والالتحاق بربع الخدمة الوطنية. نشاهد أمامنا الآن دراما حية لمعسكر ساوا، ما يتضمنه المعسكر، الدفعات التي تخرجت من معسكر ساوا، كل الدفعات التي تخرجت من معسكر ساوا وإسهاماتها في الحفاظ على سيادة الوطن، إسهاماتها في بناء وتعمير الوطن.
ምስ ኢትዮጵያ እዩ ከምቲ መባእስተይ ለባሚ ግበረለይ ዝተባህለ ግን ኣይጓነፈን ኣብ ጣውላ ብዘተ ክውዳእ ዝነበረ ጉዳይ ኣብ ምሉእ ኩናት ተሰጋጊሮም ኤርትራን ህዝባን ከም ኩሉ ግዜ ነቲ ብክብሪ ክቕመጥን ወለዶታት መምሃሪ ክኸውንን ኣብ ቤተ መጻሕፍቲ ኣቕሚጦም ዝነበሩ ሕልፎም ቃልሲ መንፈሶም ንክደግሙ ተገዲዶም እቲ ዝናእሰ ካብቲ ዝዓበየ ነቲ ዝናእሰ ምጥምማት ኮይኑ ኩሉ ሃገር ሸቲቶም ኣነን ከለኹ ተባሂሎም ኩሉ ኣቦይ ኣደይ ሓወይ ሓፍተይ ዝገደፍለይ መኒስትን ክፈለይ ብምባል ናብቲ በዓል ሰብ ዝኾነ ሓዊ ጠኒኖም ዝፅበዮ ዘሎ እንታይ ምዃኑ እናፈለጠ ብሰብ ድሕሪት ቀሲሙ ጥራይ ንቅድሚት ጠኒኖም ከም ወዮ ዝሓለፈ ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ ዝበሃሉ ጋሻዊ ሕጃት ውሒዞም ማዕሪኦም ደም እናወሓዘ ግን እቲ ውሕጃት ኣብ መወዳእቱ ብሉፃት ወሲዱ ግን ከዓ ከም ሕልሚ ቀትሪ በኒኖም ልክዕ ከም ብረታዊ ተጋድሎ እዚ ግዝያት ኣብ ታሪክ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ስምብራቱ ገዲፎም ታሪክ ኮይኖም ታሪክ እቲ ዝዓበየ ቤት ትምህርቲ መልእኽቲ كعب نوزبا قدايف. المشاهدين الكرام يمر من امامنا الان بلوك حي قدايف. حي قدايف يعكس لنا فترة او مرحلة غزو الوياني عام 1998 في ابريل من ذلك العام اعلن نظام الوياني غزو اريتريا واعلن الحرب على اريتريا عبر البرلمان الاثيوبي. بلوك حي قدايف يعكس لنا تلك الفترة ويعكس لنا البطولة التي سجلها الشباب الإريتري، البطولة التي التحم فيها جيلان، جيل المقاتلين وجيل الخدمة الوطنية، الجيل بعد الاستقلال، الجيل الذي تربى وتدرب في معسكر ساوة، الجيل الذي التحق بركب قوات الدفاع الإريتري إلى جانب آبائه المقاتلين. تلك الفترة شهدت 3 غزوات سيرها نظام وياني لإخضاع إريتريا ولكسر إريتريا ولإركاع إريتريا، ولكن كل تلك المحاولات وكل تلك الحملات الثلاث تصدى لها الشعب الإريتري شيبا شبابا نساء رجالا عبر كل أطيافه، والتحم وصار فيه الشعب الإريتري يدا واحدة أمام هذا الغزو الغاشم. تلك الفترة أثبت فيها الشباب الإريتري أنه أهل لتحمل المسؤولية، أثبت فيها الشباب الإريتري والشعب الإريتري ككل حفاظه على وطنه، وأن هذا الوطن لا يمكن تعريضه للخطر لأنه جاء عبر تضحيات جسام من طيلة 30 عام من الكفاح المسلح. እዚ ታሪክ እዚ ኣብ ማእከል ጎደናታት ሓርነትን ሰማዕታትን እንዕዘቦ ዘለና ታሪክ ነዞም ህፃናትን መንስያትን ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ቅድሚ 2000 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝነበረ 3 ዓመታት ኣብ ግንባራት ፋሒሉ ንኤርትራን ኤርትራውነትን ዝተረባረበ መንእሰይ ኣብ ዓብይ ዝኽሪ ሸሚሙሎም ልክዕ ከምዚ ብንያት እዚ ልክዕ ከምዚ እዋን እዚ ንድሕሪት ናብ ቅድሚ 18 ዓመታትን ናብ ቅድሚ 19 ዓመታት እንተዳ ተመሊስና ተመሳሳሊ መንእሰይ ሃገረይ እናበለ ካብ ምዕራብ ንምብራቕ ዝዋናጨፍ ነይሩን እዚ ግዜ እዚ ከምታ ቀዲሙ ዝተባህለ ዘለኣለማዊ ኮይኑ ኣብ ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ ክነብር እዮም። ምክንያቱ ካብ ታሪክ ዝዓበየ ቤት ትምህርቲ ስለዚ የለን። بلوك حي سمبل يمر الآن من أمامنا. هذا البلوك يأتي مواصلة البلوك قدايف الذي عكس غزو الوياني وإعلان الحرب على إريتريا عام 1998. حي سمبل يواصل أيضا في ذلك المفصل التاريخي ويتعرض أو يعكس طرد الإريتريين من إثيوبيا وسياسة لون العيون التي انتهجها نظام وياني منذ عام 1928 وطرد الآلاف من الإريتريين المقيمين في إثيوبيا، الإريتريين الذين كانوا جزءا من ترسيخ نظام الوياني وجزءا داعما لنظام الوياني في بعد عام 1991. تجميعهم من بيوتهم وبالقوة وطردهم وتعريضهم للخطر عبر الحدود الممتلئة بالألقام والمتفجرات، عبورهم الحدود عبر مرب وعصب ومحجر واستقبال قوات الدفاع الإريترية لهم واحتضان الوطن لهم. كبرات تقاتلتي
أبزي وطاري فتان ناي مخت أوان زي تفتن إيرترا زدمو إيرتراو يلن أتي بسلام معلتا وصروح زسالت زنبرا بإثيوبيا زنبر زنبرا إيرتراو كوا إتألا ما تركبوهم عب عالم وحدات مداركتي زلو قفع وريدوهم مواقلو سريحو كابزت ريو نبرتن بيتن تباريرم أزون أما تصحف تاريخ عب حد قتل تسندو نولد ولدو زحلف كوين اللهم مخنياتو أكال نايتن إيرتراون نتن استخفلو واقاس لازغنم نزم ريت زي حيزوم قريبهم زلو نوزوبا سنباليوم كبرات تخطاتلتي لام قرنا خمزي كبدا زرو مريتيوم
أبز عالم كم عمت زمر نجر كلو يخلو يخون عمت تحت مريت زت قبر أساتو جمراي نتوج عمت موت مستبها لخي ترفي برابر زبير تراد ما قبل عليو عمت مستعوجون نمي بكوا بزقنا الجواب قفو حليم كل باب بزخلو مريمو تخلخيلون كينوتي مستيتين بومبان ستماتنا اتعدت هتان اتبوت تمهراي بدحريت نتخسرك قاتيلون اسم ختزي ابزخونه مزغب قالات عالم دني خير كبن مودادو توحدات كاولدنا ولدو كسغاغر زلو نتا كل تخونلنا نحلما ኤርትራ ድማ ብሶላዩም ነዚ ታሪኻዊ መልእክቲ ሒዞም ቀሪቦም ዘለው ንዞባ ገዛማንዳ حي جازاباندا أو ضاحية جازاباندا تمر الآن التصدي الوطني في الداخل هو شعار أو النماذج التي يحملها حي جازاباندا قلب واحد وشعب واحد وقوف جميع فئات الشعب الإريتري مع قوات الدفاع الإريترية وخاصة إبان غزو الوياني للبلاد والحملات الثلاثة التي سيرها نظام الوياني تقديم الدعم والمساعدة في المستشفيات للجرحى للمقاتلين لأفراد الخدمة الوطنية دعم الأمهات والمرأة الإريترية لفلذات أكبادها عبر تنظيم الموادب والتبرع بالحرية في تلك الفترة السوداء في تاريخ إثيوبيا والتي اختارت فيها أن تغزو إريتريا مواصلة لأحلام باطرة وملوك إثيوبيا على مر مفاصل التاريخ. مشاهدينا تمر من أمامنا الآن أمهات جازاباندا وهن يحملن على أعلام الإريترية ويجسدن تلك الفترة فترة التسعينات وحتى عام 2000 وحملات الوياني الثلاث. الأمهات هم يقدمن الدعم ويقدمن المال ويقدمن الماء ويقدمن الغذاء لأبنائهن المقاتلين وارساي ويقالوا الأمهات اللائي لم يبخلن بأي شيء لهذا الوطن يجسد أمامنا الآن عبر بلوك حي جازاباندا.
ناحية أو حي ججرت يمر الآن، ويواصل السرد التاريخي لمفاصلة التاريخ الإريتري واتفاقية الجزائر عام 2000. وهذه الاتفاقية التي أنهت 3 حملات أو أنهت 3 سنوات من الحرب بين إريتريا وبين إثيوبيا. هذه الاتفاقية التي كانت ملزمة ونهائية، وهذه الاتفاقية التي تأسست بموجبها مفوضية ترسيم الحدود بين إريتريا وإثيوبيا، وهذه المفوضية التي أرجعت الحق الإريتري إلى أصحابه. هذه الاتفاقية كانت ملزمة ونهائية، ولكن رفض نظام الوياني وتعنته في تنفيذها شكل عائقا أمام تنفيذها على الأرض. ثم الحرب النفسية على إريتريا والتي تزامنت مع الرفض الإثيوبي أو تعنت نظام الوياني، الحرب النفسية على إريتريا ومحاولات إركاعها وإخضاعها الذي لم يتحقق عبر الحرب، وجربوا لذلك حربا نفسية بلا هوادة على الشعب الإريتري وعلى الشباب الإريتري. وتوجد تلك الحرب النفسية بالحظر الجائر من الأمم المتحدة والتي فرضت على الشعب الإريتري. كل ذلك نتلمسه ونشاهده أمامنا الآن وحي ججرت. فرس ناب زبل يبل اللقوا مع صنع يبل بوتات حزب إرترا ولا أول نفاس تنفس اللقوا كم يجرك خمس تحازاي تفهم كل جنا دبوا جتشو تابزتنا بطاولة تراي كم سفتح لساني تزارب ولا أنت زي تسمعين تيك سمع زنبرة تسمعوا بزكرة أو استمروا وعزونات تعرض مستحبرة زتن الزمن يرون أتينا زي توعزوا كم بعد عهنزا اللي لا ينبران أنت خونا قلني شوقاشوك كتملخ عبا شوقاشوك مخانكا خطرقا سلازلكا أبزو نتبل حتن سباريقون اتوانا وانا نكلو قال آي وانا يقاتل حلوم أنت خونا تخعين نتفتنا يدكسن ليت مسكتري فتنا بلع الفتن نتصاول يا بلع المتصاول يام اتوانا قن وانا يوم مخنياتو نسو نخالق زي كونا نمتكل يزامن متكل هزبيك ساب زخونا دمام زخونا عينت أولو نفاس ولا انتنفسه كل قزي سعر يوم زمريت الزغرب النازلو نوزبا كجرت. المسيرات التي كان يسيرها الإريتريون في مختلف دول المهجر والمناهضة لقرار الحظر الجائر والمناهضة للظلم الذي وقع على إريتريا حين قفلة من الزمن، الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة بدعم وضغط من القوى الكبرى. مشاهدينا تمر الآن أيضا يمر حي أبشاول والتصدي الوطني في الداخل، التصدي والتحدي والروح الوطنية الوقادة التي أظهرها الشعب الإريتري في داخل الوطن، حيث الوطن أولا وأخيرا لرفض الحظر الجائر الذي فرض على إريتريا والمسيرات السلمية التي سيرها الطلاب داخل الوطن وسيرتها مختلف فئات الشعب الإريتري، ومرحلة اللا سلام واللا حرب التي فرضت على الشعب الإريتري منذ عام 2000 توقيع اتفاقية الجزائر وحتى العام الفائت وتوقيع اتفاقية السلام مع النظام أو الحكومة الإثيوبية الجديدة، كل ذلك في بلوك أبشاول. عمات مجان دليت وخرت كي تسخ حد القدر نعمات
ብምባል ጥራይ ትከላኸሎም ሓይልኻን ምኽትኻን ኩሉ ኩርናዓት ሕብረተሰብካ ዝሓቅፍ ክኸውን ኣለዎም ኣብዚ መዳይ እዚ ልቦም ሃሞምን ቀልቦምን ኤርትራን ኤርትራውነትን ጥራይ ዝኾነ ሃገራውያን ኣብ ዝነበርዎ ጫፍ ዓለም ኮይኖም ኣብ ፅላልታ ባንዴራ ዝከኣል መለኪቶም ልዕሊ ኩሉ ሃገር ተሃልዩ እናበሉ ነቲ መኸተ ወሲኾምሎም ዓማቲ ደቂ መዛሙርቲ ወሲኹም ዓለማዊ መዝሙር እንተዘመረን ነታ ላልየ ትብል ምቅርቲ ዜማ እሞ ከመይ ኢሉ ክሰብራን መልእኽቲ ንዞባ ኣባሻውል ወሲኹ ሃገራዊ መፀውዒ ተዋሂቦ ንብዙሕ ሰብ ሰገናገረውን ኤርትራዊ ኣብ ዘለዎ ያህሉ ኣብ ቅድሚ ግንባሩ ተሰሊፎም ኩሉ በቢ ዝኽእሎ ድምፁ ብምስማዕ እናፈለጠ ንዝለቀሰ ቀስቂሶም ኣብ ገሊኡ ማይ እናኸዓወ ኣበራቢሮም ሓንሳብ ኣብ እዝኒ ሕሹኽ እናበለ ሓንሳብ ከይደቀሱ እናርከበ ኣበራቢሮም ነዚ መኸተ እዚ በዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣገባብ ዘቕርቡልና ዘለዉ ድማ ንዞባ 4 ኣስመራ حي 4 أسمرة يمر الآن ويعكس التصدي الوطني في الخارج والتصدي الذي أبداه أبناء إريتريا في مختلف دول العالم التي يقيمون فيها حيث كان شعار الوطن أولا وأخيرا هو شعار تلك المرحلة عبر المسيرات الرافضة والمنددة بالحظر الجائر التي جرت في جنيف بسويسرا وغيرها من المدن الأوروبية وكذلك شباب الجبهة الشعبية وما أبدوه من روح وطنية وعبر المسيرات التي كانوا يسيرونها وعبر مختلف الفعاليات التي كانت تدافع عن الحق الإريتري وتفضح المؤامرات التي كان يحيكها الأعداء ضد إريتريا عبر مختلف الوسائل عبر مختلف السبل وكل ذلك لإركاع إريتريا لكن الشعب الإريتري أثبت تصديه وتحديه حتى توج بانتصاره. እዚ ገለ ካብቲ ካብ ርቕ ሕፈንቲ ዝኾነ ንጥፈታት ኤርትራውያን ኣወፃዩ
ቲፋና ሓዲሽና ንከታተለና ዘለና ዝኽበርኩም ተከታተልቲ ኤርትራዊት ኣሜሪካዊት ቲፋና ሓዲሽ ትማሊ ብወግዒ ኤርትራዊ ዜግነት ወሲዳላ
بما ندحر تملس كونون نابت كل ناس قدفنا يوز مسألة جنكاد فتصم زي رسع سلام تكمتسي ناي سلام باطرة خاتكم ناي سلام باطرة كينو حقن حقاونة انت تخون خل ناب حقن حقاونة تملس مسكونين سلام قدمنا تكونون دحر برك المودان زي سعد ما يري يكونن أزمة اختي ما ينوزوا بآخر يوم ما زال السرد التاريخي يتواصل في شارع الحرية. مشاهدي الكرام وصلنا الآن إلى المرحلة التي بدأت الإخوة تجني فيها ثمار تحديها وتصديها. إعلان نظام الإيفادج في إثيوبيا قبوله أخيرا لاتفاقية الجزائر وتنفيذها وقرار ترسيم الحدود الذي أصلته مفوضية ترسيم الحدود بين إريتريا وإثيوبيا. هذا الإعلان الذي وجد القبول والترحاب لدى القيادة الإريترية عبر فخامة الرئيس إسياس أفورقي الذي أعلن ذلك في يوم الشهداء عام 2018 العشرين من يونيو 2018. أعلن قبوله في الإعلان الإثيوبي وأعلن أيضا إرسال أول وفد إريتري إلى إثيوبيا توجه إلى أديس أبابا لتبدأ بعد ذلك عمليات تطبيع العلاقات بين الشعبين الإريتري والإثيوبي عبر زيارات متكررة والزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين وفتح صفحة جديدة من التعاون والصداقة والسلام والاستقرار لهذه المنطقة ومنطقة القرن الأفريقي. وصاي خابت متاتات الباور كباتن زيناوي مكببالن نهلو كنتات بقاتتان بعمقاتن كنفلطن كتسالم التنسرحن انتي كندفن نو نابد سابا نبب صالم ميزان عالم قبل علينا زنبرة الرأي تحطو كونت نبرة زبيرترا سلات معتون مختن كمالي أنا معراري جديد والله يو هنا حلام الحرسل يا لول الرسل بوريك بنادول سيقو سيق من معيادول حلام الحرسل يا لول الرسل بوريك بنادول سيقو سيق من معيادول قصي قاد ورسول لني سلام سادو محدني مقروا بعد بنتس بين حلح وينني أنا بين وينك يا قلب في انتهتني تأمرتين محدار وزوب آخر رزيل مدأختي أب رزيل على تزل كوينو كسبي إرترا نزلاء السلام بصنعاتون مسواتون كم زمن جوس نزقبرة أب ترزان علت مخبر بريزيدنت إسياس أفورقي نستل السلام سرات زحازة تحسو كم زلنا نبسر نغابركم نغلطهم لدعم ولدعم دخلنا لهم نتسوعنا لهم إلى محسن ونحن بنتفد نغلطهم كتابة وسعي فأفتم تتحدث بأور كباتن زينهم كمالين نهلهم
بحرنا تنعكينا بتبي بهرب سلام وزكنا نصاب وجن زين حساسة كانت سمعت جمهور إيه بحرنا فلقن كله سلام بيت سوق تسبي سلام بيت مكة حبرة السب سلام بيت مرير مسوات زخفل الله كان بتوكل من سبرا صعد اليوم عتيو اتبي بهريو سلام وزخونه نزصاب وجن زينا حسعسا كابت صنعات جمهور ايه بحرنا فلقن كله سلام بيت سوق سي سلام بيت مكة حبر السب سلام التي مرير مسوات زخفل الله كنت توكل من صبرك فعلني مشاهدينا وكنتيجة لهذا التطبيع في العلاقات بين إريتريا وإثيوبيا واتفاقية السلام بين البلدين شهدت العاصمة أسمرة توافد مختلف رؤساء الدول في منطقة القرن الأفريقي للدخول في مرحلة جديدة من التعاون ومن التكامل بين شعوب منطقة القرن الأفريقي لما فيه المصلحة، حيث شهدت أسمرة الزيارة التاريخية لدكتور أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي. هذه الزيارة التي كسرت الجمود الذي كانت تشهده العلاقات بين إريتريا وإثيوبيا طيلة فترة 18 أو 20 عام الماضية نتيجة غزو الوياني لإريتريا. دكتور أبي أحمد اتخذ هذه المبادرة التاريخية والتي وجدت صدى كبيرا في إريتريا من خلال الاستقبال التاريخي والاستقبال الكبير الذي كان في أسمرة للدكتور أبي أحمد. توالت بعد ذلك زيارات حيث جاء إلى البلاد محمد عبد الله فرماجو رئيس جمهورية الصومال، أيضا سلفاكير ميرديت رئيس جمهورية جنوب السودان، وكل ذلك من أجل استصراف عهد جديد بين دول المنطقة. كل سماي زتأمته كواخبتي كوتيرة يخيلو تفتاتيلو فحفحاب زبل الوان بعل بالصلاة تمامي زقعز كزين تلات كيلو عدل تلات رحلون تبعل بالصلاة ما راح يخول تفطراوي حقهم مغنياتو كينو بالصلاة أنفت علم كفلت سلازيلم كينو بعل بالصلاة أنفت علم كفلت سلازيلم أتي مريض كما تزور رسيعو بقترو كواخبتي خدمي ناب سماي زتأمت ناب زبل يبل عقل غيركا مشت كيف تصبخا بالصلاة موكاز تراي توسان غير معيبلو موزوا عدد حموس.
أبت تمتلوان نعخز مسل قف قبلك قدمت يوم ምክንያቱ ከማኸስ ስለዝኾነ ካብኡ ተፈሊኻ ንዑ ጸሊካ ከም ዘይትፈልጦ ክትከውን ኣይትኽእልን ምክንያቱ ከም ጽላሎት ካብ ጎንኻ ስለ ዘይፍለም እዚ ተፈጥራዊ ሕጊ እዩ ስለዚ ድማ ኢኻ ኩሉ ግዜ ንሰናይ ጉርብትና ክትሰርሕ ግድነታዊ ዝኸውን ሰናይ ጉርብትና ምንጭ ኩሉ ዓይነት ዕቤት ስለ ዝኾነ ድማ ኢድካ ዘርጊሕካ ኒድ ዘርግሑልካ ድማ ትጭበጥ እዚ መልእኽቲ ናይ ኑር ዞባ ማይ ተመናይ ماي تمناي تمر الآن حاملة شعار السلام من أجل الصداقة والسلام والوئام والذي يعكس تطبيع العلاقات واتفاقية السلام بين إريتريا وإثيوبيا وما ترى ذلك من فعاليات رسمية وشعبية كثيرة منها لقاءات الشعبين الشعب الإريتري والشعب الإثيوبي في المناطق الحدودية والزيارات المتبادلة وفتح خطوط الطيران والمجال الجوي في البلدين للخطوط الجوية الإثيوبية والخطوط الجوية الإريترية وأولى رحلات الخطوط الجوية الإثيوبية إلى مطار أسمرة الدولي وأولى رحلات الخطوط الإريترية إلى مطار بولي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وبدأ خدمات الموانئ الإريترية وكل ذلك في بلوك ماي تمناي. تعكس الأنشطة الشبابية والأنشطة الرياضية والثقافة والفلكلور الذي يتمتع به الشعب الإريتري بالإضافة إلى الآثار التاريخية والآثار التي تعتبر أدوات للجذب السياحي في البلاد.
بدءا من رياض الأطفال وحتى مختلف المراحل الدراسية، مجسمات تعكس الأنشطة الشبابية، سباقات الدراجات وكل الفيدراليات الرياضية والأنشطة الرياضية في الجيش، وآثار بلوكولو وعدوليس، كل ذلك في موكب حي تطرت. هاجر كم هاجر حزب كم حزبي سلازبلعن ستين ترى يكونن مع كالوت هاجراتن حزبتاتن زسرع حدا حبرتسب بتمرتن فلطاتن مع علمون ترى خوينو ترايو ناصنت አለው ወክባህል ዝኽእል ስፖርቱን አካል ትምርትን ፍልጠትን ስለዝኾነዩ ንሃገራት ኣብዝ ዋንዚ ምንጭቶት ኮይኑን ዘሎም በዚ ድማ ክሳብ ዝለዓለ ደረጃ ክንበጽሕና ይብሉለው ንዞባ ጸጸራት توكلون كرنا زمان أدونيس كنو أبوان زمان أبيتنا يدري زمان وستعان كنيا دارنا
ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ መበል 13 ንኡስ ዞባ ናይ ዞባ ማእከል ብምዃን ናይ መወዳእታ ምርኢት ናይ ንኡሳን ዞባታት ሒዛ ቀሪባ ዘላ ንኡስ ዞባ ፓራዲዞ እያ ፓራዲዞ ሒዛቶ መፅያ ዘላ መልእኽቲ ዝስዕብ እዩ ናይ ጽባሕ ኤርትራ ዘይትረኣዮ እናረኣየ ዝዓወረ እዩ دهاي ناي صباح إيرترا زي بلو أذانو بخفتاتن زي سمعيهم ورا ناي صباح إيرترا زي بلو وابز عالم زي الليهم إذا إيرترا نادي حرق زي تكونوا قبلهم كينو خدمت زي كأن زي فلطايهم عقر كرسان تاي زي بلو ماياتان تاي زي حازلم نساسنا تا قريبا لا نحنا خي بينا إدنا خلينا كنكبلم قطاع باراديزو والمستقبل المشرق والبرامج التنموية الوطنية. المشاهدين الكرام يمر من أمامنا الآن قطاع باراديزو وهو يحمل مجسمات تعكس لنا عمليات تمهيد البنية التحتية في إريتريا بصفة عامة العملية التنموية التي تجري على قدم وساق في إريتريا في كل المجالات. خدمات الموانئ الإريترية التي من المنتظر أن تبدأ وتعطي خدماتها لإريتريا والإثيوبيا ولدول المنطقة. تعديل المعادن والثروة المعدنية التي تزخر بها البلاد من ذهب وبوتاسيوم والكثير من المعادن الأخرى عبر شركات بيشا وزارا وغيرها. باراديزو تحمل لنا المستقبل المشرق والمستقبل الوضاء الذي ينتظر هذه البلاد. زي نكتاتلو زلنا أتي صاما نايتي نوح عمتات عرفة خيبلة حساب لي تلومي زكاد الجلو إيرتراوي انتاي كم زمسلا بسعب عمتات زرق مريتين كم كوبانيا هنسا سجن ايتل زامسلات كالاتون ناتن مريت حزن قريبا اللوام كابت زبهلنا العلي اتزرعي مسكر. المشاهدون الكرام تمر من أمامنا الآن مجسمات لشركات سجن للبناء ومؤسسة سمبل للحدادة والنجارة وأيضا مؤسسة الاتصالات الإريترية الإريتل وكل هذه المؤسسات تعكس أنشطتها وما جرى خلال الأعوام الماضية من عملية تنموية في إريتريا عبر هذه الشركات وعبر هذه المؤسسات.
مشاهدينا كنا معكم هنا في تقاطع شارعي الحرية والشهداء لنقل فعاليات الكرنفال الشعبي، الكرنفال الذي سيراه سكان الإقليم الأوسط وسكان العاصمة أسمرة بمناسبة الذكرى 28 للاستقلال المجيد. المثابرة على الصمود للتنمية كان شعار هذه الاحتفالات. مشاهدينا كما نرى الآن ما زالت فعاليات الكرنفال تتواصل، ووصلنا الآن إلى خواتيمها. شاركت في هذا الكرنفال 13 ضاحية في الإقليم الأوسط والعديد من المؤسسات الإنتاجية في الإقليم الأوسط. زي خبركم تعزبتي كابزي كاب ماخل غودناتات سماتاتن حارنتن بغطتا كفنولكم زي صنحه ناي كارنيفال مريت ازي كتكاتلو صنحكم ينيرو تحسونا ابزي تزازيملو تزغرب مريتون تزازيملو صنعات بصنعات نلمعات ناي 2019 تيمايو نروح مشت Wow!